مات بسبب انقطاع الكهرباء. فقد الموسيقار حياته داخل الأسانسير بسبب انقطاع الكهرباء. قصة مأساوية تعرض ليها الموسيقار محمد نصر، واللي قدم حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي في الموسم اللي فات. توفى في موقف شهامة بعد أن أنقذ أمه وأبنائها من الموت بعد ما تعطل بيهم الأسانسير في عقار سكني. وأثناء إنقاذه للأم وطفلها بعد حبسه بين الطابق الثامن والتاسع فقد حياته ولفظ أنفاسه الأخيرة. وتحولت منصات السوشيال ميديا لحالة كبيرة من الذهول. تعالوا نشوف ازاي ده حصل. طبعا زي ما كلنا عارفين ان النور حاليا بيقطع من ساعتين ل3 كل يوم، ولاجل الحظ الوحش دخل الاسانسير الموسيقار محمد نصر، وبكل اسف كان معاه امه وابنها. وطبعا اول ما النور قطع انتابتهم حالة من الفزع والذعر، وهو كأي راجل شهم في الموقف الصعب ده هيحاول ينقذهم حتى لو على حساب حياته. المهم بمساعدة بواب العمارة تم رفع بقرة الأسانسير من فوق السطح عشان يعني الأسانسير يبتدي يقرب للدور الثامن. ومن هنا ابتدى يخرج الموسيقار الأم وابنها من الأسانسير بواسطة كرسي خشبي. وبعد ما خرجوا الموسيقار محمد نصر حاول يخرج من الأسانسير ولكن بعيدا عن الكرسي وينط لوحده من الأسانسير، ولكن بكل أسف رجله فلتت ووقع في بئر الأسانسير وتوفى في الحال. يا ريت كلنا نخلي بالنا ونبعد عن الأسانسيرات في مواعيد انقطاع الكهرباء. يا ريت كلنا ندعي له بالرحمة والمغفرة ويلهم أهله الصبر والسلوان.